مكنسة رافال. بصوا صلحتني بقى خلاص، كلت عقل، ثبتتني بالمكنسة من رافال. طبعا انتوا عارفين انا بحب رافال قد ايه، بحب كل منتجات رافال. عشان كده نيلي لما حبت تصالحني ما لقيتش اغلى من رافال اللي انا ممكن اتصالح بيها، وممكن يعني ايه اغفر الكارثة اللي عملتها. طبعا ضمان سنتين، وانتوا عارفين لما بنقول رافال يعني صناعة مصرية 100%، يعني خدمة ما بعد البيع متوفرة. ودي اكتر حاجة تهتموا بيها لما تيجوا تشتروا اي جهاز كهربائي، لازم تسألوا على خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار المتوفرة. بصوا لقيت ايه؟ بفتح الكرتون لقيت هديه، ده الهاند بلندر من رافال اللي وريتكم ازاي عمل لي الغدا في 5 دقايق. خدت الهديه وجريت، يعني كانها بتقولي كفايه عليكي المكنسه واديني بقى انا الهديه. ده الخرطوم بتاع المكنسه يا جماعه، خرطوم طويل جدا جدا وسهل ان انت تتحركي بالمكنسه في كل حته. وادي الهديه خلاص، يعني رضيت عني واديتها لي. بعد كده الذراع بتاع المكنسه ستانلس ستيل اصلي، عمره ما يصدي ابدا، وكمان تقدري تطوليه وتقصريه زي ما انت عايزه. بعد كده قطع الغيار اللي بتيجي مع المكنسه في الفرشه دي، سواء للشيش الخشب او الالوميتال او السلك اللي بيبقى على الالوميتال. الفرشه دي بتشد التراب كمان في الزوايا والاماكن، عارفين الزخانيق بتاعه الالوميتال كده. والقطعه التانية دي كمان للانتريه والستاير. وبعد كده بقى ايه الفرشه الجميله دي، روعه فيها شويه امكانيات هقول لكم عليها دلوقتي. تعالوا بقى للكينج بتاعتنا، المكنسه الجميله. المكنسه بتاعتنا الموتور بتاعها نحاس يا جماعه، بقدرة 2200 واط، يعني قدرة شفط عالية جدا جدا، كمان سرعات متعددة. وعجبني قوي قوي، انا بحترم المكنسة اللي بيبقى فيها الكيس الخارجي اللي تقدري تنضفيه وتغسليه. في مكانس بقى بيبقى فيها الفلتر بس، ومكانس بيبقى فيها الكيس بس. النهاردة مكنسة رافال فيها الاتنين، حاجة محترمة جدا، فيها الفلتر وفيها كمان الكيس عشان تديكي نظافة اعلى بكتير. ادي الفلتر اهو موجود، وادي الكيس تركبيه كده بالشكل ده وتقفلي عليها الغطا. وبعد كده تركبي بقى الخرطوم. ما شاء الله الخرطوم طويل جدا عشان يخليكي تعرفي تتحركي بسهولة. غير بقى السلك بتاع السلك برضو طويل قوي قوي، يناسب اي فيشة في اي مكان. بصي بقى كده، حطيت الدراع الستانلس وبعدين ركبت الراس المتحركة. بصوا كمان السرعات والطول بتاع الدراع، يعني تقدري تحددي الطول زي ما انت عايزة ومتماسك جدا. بعد كده عندي الراس متحركة، يعني تقدري تحركيها تمشي معاكي زي ما انت عايزه. تقدري تخليها ناعمه وتقدري تخليها خشنه. وكمان فيها عجلتين لسهوله الحركه، ولا تحوشلك في سجاده ولا تحوشلك في زوايا. والراس المتحركه دي تجيب لك اي حاجه من اي حته. بعد كده عندي الباور المتعدد السرعات ما شاء الله. ونيلي بقى فرحانه خلاص، صلحتني، جابت لي الحاجه اللي انا مش هقدر اتكلم عليها خالص بقى. بعد كده حاولت بقى اداري الكارثه اللي الست نيلي عملتها. ما شاء الله مجرد ما المكنسه لمست بس السجاده، حسيت ان هي خلت لي السجاده جديده كانها مغسوله كمان. دي كده قطع الغيار اللي معاها. نضفي الانتريه والستاير كمان، وكمان نضفي الشبابيك كلها وكل الزخانيق بتاعه السلوك. وكمان الهاند بلندر اللي بيجي هديه معاه، هاند بلندر ضمان سنتين. وكمان المكنسه بتاعتنا من رافال ضمان سنتين. اوعوا تنسوا خدمه ما بعد البيع. وشكرا يا نيلي على الهديه القيمه.